فيلم النهارده في جزيرة صينية سنة 2008، وبنشوف ساعتها شخص اسمه بو قاعد في مطعم بياكل بنهم كبير. فبتيجي صاحبة المطعم تحط جنبه شنطة سفر، بتقول له والله زمان يا بو، ده انا بقالي سنة ما شفتكش. فبيوضح لها بو انه بيسافر كتير وبيلف العالم، لكنه حاسس بالملل علشان طول الوقت لوحده، وجاي الجزيرة حاليا في اجازة وهيمشي. وبيروح بعدها يقف قدام قبر معين وهو حزين، وبيقدم الاحترام وبياخد بعضه وبيمشي. لما بيدخل الليل بنشوفه بيراقب معبد وسط الغابة بيعيش فيه مجرم وتاجر مخدرات كبير اسمه شيرمان، واللي بيتفاجئ بوجود بو قدامه، والحراس بتوعه اختفوا تماما. فبيجهز الرمح وبيطلع علشان يواجهه، وبو وقتها بيبقى ماسك شنطة السفر وبيرميها قدامه وهو غضبان. فبيهاجمه شيرمان بسرعة رهيبة، لكن المفاجأة إن بو فنان قتالي من الطراز الرفيع، وبيقدر يتصدى لكل ضربات المجرم وحده ورا التانية وبسهولة، رغم إن شيرمان مجنون وبيحاول يقتله أكتر من مرة. لكن بيو بيركز على رجله وبيديله ضربة قوية بتوقعه، وبسبب كده الجاكيت بتاعه بيتقطع من الرمح، بس ما بيفرقش معاه وبينزل ضرب في شيرمان لحد ما بيخليه ينزف، وبيقدر يبعد منه الرمح وبيكمل ضرب فيه بلا هوادة لحد ما التاني بيبقى خلاص مش قادر ورجليه اتكسرت. والإن بو لاحظ كده بينطه وبيديله ضربة قوية للغاية بيكسر له بيها رقبته وبيموته في الحال، وبيشيل الرمح وبيقرر يقطع رقبته وياخدها معاه. مرات شيرمان بقى اللي اسمها ساكي بتفضل ترن عليه، لكن طبعا ما بيردش عليها، فبتقرر تبعت له تاني يوم رجاله بقياده السيد وينج، واللي جايين يشوفوا ايه اللي حصل وليه ما بيردش على التليفون. اما بطلنا ابوه فبيروح يشوف مطعم ياكل فيه لانه جعان، لكن اغلب المطاعم بتبقى قافله لان في عاصفه جايه والكل خايف. واثناء ما بيكون ماشي بيشوف بنت واقفه على الشجره وبتحاول تنزل القطه بتاعتها، لكن بيختل توازنها فجاه وكانت هتقع على الارض. فبيلحقها ابوه على اخر لحظه وبينقذها من الاصطدام، ومن شده خوفها بتقطع له الجاكيت اكتر ما هو مقطوع. فعلشان تعوضه بتاخده بيتها وبتدي له ابره وخيط يخيط الجاكيت. هناك بقى بيعرف بو ان البنت دي اسمها هولي وبتشتغل شرطيه في الجزيره، ولما بيشيل الشنطه بتاعته بتلاقيها تقيله جدا وبتساله، فبيعرفها انه حاطط فيها كره بولينج مش اكتر. ولما بتساله عن السبب بيفهمها انه مدرب بولينج، فبتعدي الموضوع وبتقرر تاخده وتعزمه على اكل. بعد اللي عمله معاها بيروحوا بقى المطعم الوحيد اللي بيكون فاتح وسط العاصفه دي، وصاحب المطعم وقتها بيرحب بيهم وبيبدا يجهز ليهم الاكل فورا. بس قبل ما بياكلوا بيسمعوا الاخبار بتتكلم عن مجموعة قوارب اتسرقت النهارده، وإن الشرطة البحرية ما قدرتش تحدد مكانها ولا مين اللي سرقها، لكنهم بيخمنوا إن اللي عمل كده 3 أشخاص من خارج الجزيرة. فبتبص هولي وراها وبتشوف ساعتها 3 أشخاص شكلهم خطير قاعدين بياكلوا، فبتقرر بدافع الواجب تقوم تعرض عليهم شارة الشرطة بتاعتها وبتطلب منهم كل واحد يطلع هويته. بس زعيمهم بيقول لها أنا باكل أندومي دلوقتي ومش هعرف أوريك حاجة. ولما بتكرر طلبها أكتر من مرة بيمسكها من رقبتها الراجل الضخم اللي معاه، وأول ما صاحب المطعم بيشوف كده بيجري فورا من المكان وهو خايف. هنا بقى بيقرر بو يتدخل، بيقوم يضرب الراجل علشان يسيب هولي. فبيقوم الراجل يتقاتل معاه بمنتهى الشراسة، ورغم ان بو مهاري كل حاجة الا ان الراجل ده عملاق حرفيا وصعب السيطرة عليه. هولي وقتها بتحاول تضرب الزعيم، بس الراجل التالت بيوقعها وبيكسر عليها الترابيزة، وبيبقى شديد البأس بصراحة هو كمان وضخم جدا. فبترش هولي في عينه دقيق علشان تخليه ما يشوفش كويس. وبالنسبة لبو فبيقف على ترابيزة وبيحاول مع العملاق مرة تانية، لكن بدون فايدة لدرجة إن بيطير في الجو وبيضربه لكن برضه مش بيتأثر. فبيقرر يشتغل على رجليه وبيديله ضربة قوية فيها لحد ما أخيرا بيجيبه على الأرض وبيخنقه بعدها كل ذرة طاقة فيه، خصوصا إن وقتها هولي كانت بتعاني مع الراجل اللي غسل وشه وبقى شايف دلوقتي، واللي بيدي رجل واحدة يطيرها من مكانها. وقبل ما بيدمرها تماما بيجري عليه بو وبيديله كام ضربة كده علشان يجيبه الأرض، بس العملاق مش بيسيبه وبيجري يوقعه وهو ضاغط على دماغه بشكل رهيب للغاية. فبيحاول بو يفلت منه وبيديله ضربة خادعة، ولما العملاق بيمسكه تاني بيديله ضربة قوية تجيبه على الأرض. برضه هنا بقى الزعيم كان خلص الاندومي بتاعه، قرر يتدخل في القتال وبيقوم يقاتل بو اللي كان خلاص دخل في مود الضرب، وبينزل يضرب فيه هو كمان زي رجالته. ورغم محاولات الزعيم إلا إن أبوه بيكسر عليه المطعم وبيخليه يرجع الاندومي تاني حرفيا. وقتها بس بيرجع صاحب المطعم ومعاه 2 من الشرطة، وبيبقى رايح يلبس بدلة كاراتيه علشان يتعامل، بس بيلاقي المطعم اتدمر. وهولي وقتها بتطلب من بو يروح معاها القسم علشان يدلب أقواله عن اللي حصل. في الوقت ده بيوصل وينج والرجالة المعبد شيرمان، وطبعا بيتصدموا لما بيشوف ال4 حراس مربوطين وشيرمان يا عيني قاعد من غير راس على الكنبة. أما في القسم بيمضي بو على أقواله والكل بيشكره، خصوصا المأمور اللي بيعرف الجميع إن أفراد العصابة ال3 دول مطلوبين في كل حتة ونفذوا أكتر من عملية سطو ومحدش كان قادر عليهم.
لما بيشيد بهولي اللي نجحت في قضية كبيرة زي دي بتأكد له إنها قدرت تعمل علشان كان معاها أبوه مش أكتر. أما بالنسبة لوينج فبيفك الحراس الأربعة وبيسألهم على راس شيرمان، ولما بيعرفوا إن اللي ضربهم كان سريع جدا وبيضربهم بالقلم، وكل بس اللي فاكرين إنه كان لابس جاكيت وفي إيده شنطة سفر، فبيقرروا يروحوا يدوروا على راس شيرمان يا إما مراته وهتشلوحهم كلهم حرفيا. وفي الاسم بيقدم المأمور الشاي لهولي وبو، لكن الشرطي تاي ما بيكونش عاجبه الكلام ده لأنه معجب بهولي وبيبدأ يسأل أسئلة غير منطقية. إزاي بو اللي بقاله يومين على الجزيرة قدر يدمر رجالة عصابة خطيرة بالشكل ده؟ وبيبقى شاكك إن أكيد وراه حاجة وبيحذر هولي منه، لكنها ما بتهتم وبتاخد بو علشان يقعدوا يتغدوا كلهم. أما وينج وأعوانه فبيبدأوا يدوروا في الفنادق على الراجل أبو شنطة اللي قطع راس زعيمهم وخدها معاه ده، ومحدش فيهم كان يتوقع إنه موجود في اسم الشرطة اللي بنشوف فيه إن اللمبة عطلت. وقتها قرر تاي يقف يصلحها بنفسه علشان يلفت انتباه هولي، لكنه للأسف بيتكهرب وكان هيموت، فبيديله بو ركلة قوية بيبعده فورا وبيطلع هو يصلحها بعد منه بمنتهى السهولة طبعا، وبيتضايق أكتر وبيروح يرمي كوباية الشاي في وشه، خصوصا إنه مش هيقدر يعتقله رغم إنه ضربه. طيب بعدها ياخد دش في الاسم لحد ما هولي تخيط له الجاكيت بتاعه كويس. هتقول لي هو في دش في الاسم؟ هقول لك ده في مطبخ كمان والدنيا معاهم حلوه على الاخر. بس اول ما بيقعدوا كلهم علشان ياكلوا بيتفاجئوا بالطريقه اللي بياكل بيها بو، لانه بياكل بنهم شديد جدا ويعتبر خلص اكله كله وداخل على اكلهم، لكنه بيعرفوا ان الطباخه مشت ومش هيلاقوا حاجه ياكلوها بعد كده. فبيقوم بو يفتح التلاجة ياخد بيض وشويه خضار وبيبدا يطبخ ببراعه جديده وبيعمل لهم اكل تاني بدل اللي خلصوا. لكن اول ما بو بياكل لقمه كان هيموت لان الاكل كان حراق على الاخر، فبيدوق المأمور وبيلاقي الاكل حلو والشطه حلوه رغم انها حراقه، فبيتكسف طاي وبياكل كتير جدا مرة واحدة وهو ملوش في الحراق، وبسبب كده بيقوم يجيب كل اللي في بطنه بدون مقدمات. بس أثناء الأكل بيزعق المأمور مع هولي لأنها اتصرفت لوحدها وكان ممكن يحصل لها حاجة. وبيعرف وقتها أبوه من كلامهم إن أم هولي سافرت على كندا مع جوزها الجديد، لكن هولي قررت تفضل هنا وتبقى شرطية على الجزيرة وبحقق في العدالة. وعلى العموم بعد الأكل المأمور بيعمل كام تليفون علشان يشوف مكان مناسب لبوه يقضي فيه الأجازة بتاعته، وفجأة بينزل طاي وهو شايل تورته وبيتضح إنه عيد ميلاد هولي والكل بيقوم يحتفل بيها، وبيبان إن بو استغرب جدا لكنه مش بيتكلم ويحتفل معاه. وعامة بعد ما بيخلص بيدخل بو وهولي يغسلوا المواعين سوا، فبيقول لها بو خلي بالك انت كان ممكن تموت النهارده، بس بيلاقيها ما بتخافش وبيحس ان العدالة عندها اهم حاجة. فبتسأله هو ايه سنة الفيل اللي في سلسلتك دي، فبيفهمها بو ان ده ناب ذئب وبيعتز بيه جدا لانه عنده اعتقاد ان الذئاب هم حراس الارواح، ولما بيلاقيها بتسخر منه بيقول لها طب مش تيجي اعلمك كام حركة تدافعي بيهم عن نفسك احسن، فبتسخر منه تاني وبتقول له ده انا هقطعك في القتال يا حبيبي. وبيطلعوا المكان فاضي وهولي بتفضل حركات كده هبلة، فبيمسكها بو من رقبتها وبيعلمها طريقة تقدر تفك الحركة بيها بمنتهى السهولة، لكنها بتخدعه وبتعمل له حركة تانية فبيفضل يعكس الحركة، والموضوع بيقلب لسيبي روحك وروسي بدل سيبي نفسك وتعلميه، لحد ما بيشوفه طاي بيجري يفصل بينهم بسرعة وهو بيقول كلمة كده وحشة، هو انت مفكر الاسم ده ملجأ ولا ايه يا حبيبي؟ يلا ابعد من هنا علشان عندنا شغل مش فاضيين لك. وبياخد هولي معاه لان في بلاغ بالازعاج من احدى السيدات العواجيز، وساعتها بينزل بو ياخد الشنطة الغامضة بتاعته علشان يمشي، والمأمور وقتها بيديله ورقة فيها عناوين أماكن كتير يقدر يبات فيها. أما وينج وباقي الرجالة فبيبقوا قلبين المدينة كلها لحد ما بيلاقوا شخص ماشي بشنطة وبيروحوا يمسكوه فورا، لكنهم بيلاقوا الشنطة فيها هدوم مش أكتر فبيسيبوه تاني. وفي الوقت ده طاي وهولي بيوصلوا عند السيدة العجوزة فبتبص لهم من البلكونة وبتعرفهم إن في كلاب بتنبح جنب البيت وهي مش عارفة تنام، فبيهديها لأنها مجنونة. بيروحوا يشوفوا إيه الحكاية، خصوصا إن هولي بتعرفوا إن الكلاب مش بتنبح إلا لما بتشوف ناس غريبة، وأثناء ما بيكونوا ماشيين بيشوفوا المعبد بتاع شيرمان، فبيدخل طاي يعمل انه كده بيتعبد قدام الشموع وهو اللي بتفحص المكان من كل اتجاه لحد ما بتشوف 5 رجاله واقفين ووراهم جثه شيرمان، فبتنادي على طاي اللي بيدخل فورا وبيسالهم هم موجودين هنا ليه، فبيعرفوا انهم بيحتموا من المطر مش اكتر، لكن هولي بتلاحظ انهم مخبيين حاجه وراهم وبتأمرهم يبعدوا قبل ما تسحب السلاح، وفعلا بينفذوا كلامهم. فبتنزل تكشف عن الجثه اللي في الارض وبتتصدم وبتصرخ اول ما بتشوفها من غير راس، بس قبل ما بتبلغ الرجاله بيهجموا عليها هي وطاي بمنتهى الشراسه، لكن بو بيظهر من وراهم وبيضرب 2 من الرجاله بسرعه وبيجري وبيبقى طاي لمحه لكنه هرب بسرعه البرق. اما باقي الرجاله مع وينج بيشوفوه من بعيد لكن ما بيقدروش يجروا وراه بسبب وجود الشرطه، وعلشان كده بيتصلوا بالزعيمه ساكي بيعرفوها ان الاوضاع دلوقتي ما بقتش كويسه لان الشرطه كمان هتاخد جسد جثه شيرمان للاسم طبعا، وهي بتزعق لوينج وبتطلب منه يطلع الجسد من الاسم مهما كلف الامر. وفي الوقت ده بنشوف 2 من رجاله العصابه بيطاردوا بوه في كذا حاره لحد ما بيظهر قدامهم وهو مش فارق معاه، وبمجرد ما بيحاول شخص
فيهم يهجم عليه بيضربه بو فورا، وبينزل على التاني بضربات سريعة، بيكومه في الأرض جنب زميله وبينط بمهارة شديد فوق إحدى الأسطح عشان ياخد الشنطة بتاعته علشان يمشي، لكن بيطلع عليه حد من أتباع وينج اللي شكله نينجا في نفسه كده، وبيهاجم بو بمنتهى الشراسة لدرجة إنه بياخد الشنطة منه، لكن بو طبعا مش بيسيبه وبيدخل معاه في قتال عنيف لحد ما بيوقعه على الأرض في النهاية، وبياخد الشنطة وبيسيبه وبيمشي. أما بقى في الاسم الشرطة فبيكون تاي متعصب على الآخر، خصوصا إن شاف بو عند المعبد وحاسس إنه متورط في قضية شيرمان دي أكيد، خصوصا بعد ما شاف مهاراته القوية في القتال. بس فجأة بيوصل 3 من رجالة وينج وهم بيزعقوا وبيعملوا فوضى لحد ما بيجي 2 من وراهم بيحدفوا جراد البنزين على المأمور وواحد تاني، وبيهددوا الجميع إنهم هيولعوا فيهم. فبيطلب من المأمور من الكل يسيب الأسلحة لأنه لو ضربوا طلقة هيقتلوه، وبيدخل الرجالة وقتها يشيلوا جثة شيرمان علشان ياخدوها ويمشوا في سلام. بس هولي بتشاور بعينيها لأحد أفراد الشرطة، وعند اللحظة المناسبة بتنزل تجيب سلاح وزميلها بيضرب الرجالة فورا، وساعتها بتحصل حالة من الفوضى في الاسم لأن محدش عارف يضرب النار بسبب البنزين، والراجل بيرمي الولاعة على المأمور علشان ينهي حياته لكن الشرطي اللي معاهم بيلحقها في الثانية الأخيرة، وواحد من الرجالة وقتها كان هيطعن هولي ويقضي عليها، لكن بسرعة البرق بتجيبه على الأرض وبتسيطر عليه. وواحد تاني في نفس الوقت كان هيقتل تاي، لكن الشرطي الشجاع بينط عليه وبيوقعه في الأرض، والمأمور بيلف إيده بشاله وبيمسك السلاح وبيهدد الجميع وبيسيطر على الأوضاع أخيرا. لكن للأسف الشرطي الشجاع بيتصاب طلقة في بطنه، وبدل ما يلحقوه ويوقفوا النزيف فورا ولا يجيبوا شنطة إسعافات أولية بيفضلوا مصدومين بيراقبوه كده لحد ما بيموت. يعني عندكم دش ومطبخ ومفيش شنطة إسعافات أولية في الاسم. المهم في الوقت ده بيوصل وفد من الشرطة البحرية للاسم فورا، وبيتكلم المحقق مع الكل وبيعرفهم إن شيرمان تاجر مخدرات ورئيس تنظيم عصابي خطير، وكان مطلوب القبض عليه من السلطات الدولية، وحاليا في حد قتله واخد راسه كمان ولازم يعرفوا هو مين. المهم في الوقت ده بيبقى أبوه في طريقه للمينا وبيسمع في الأخبار عن موت أحد أفراد الشرطة في الاسم من شوية، وبيلاقي أفراد الشرطة البحرية قلبين الجزيرة كلها، فبيطلع فوق سطح بيت قدامه فورا علشان يقدر يفلت منهم، خصوصا إنهم بيجروا وراه أحد المشتبه فيهم وبيطردوه بشراسة. أما المحقق فبيعرف هولي والباقيين إن ساكي مرات شيرمان هي اللي بتترأس المنظمة الإجرامية في غيابه، بس ما عندهمش أي دليل عليها ومش هيقدروا يعملوا معاها حاجة. وفي الوقت ده بيبقى أبوه وصل للمينا خلاص بمنتهى الثبات، رغم إنهم بيفتشوا كل الشنط لسبب ما بيفتشوش بوه وبيخلوه يعدي. أما المحقق فبيطالب الجميع بالبحث عن قاتل شيرمان بأسرع وقت، وهنا بيحكي له طاي عن شكوكه وبيديله مواصفات بوه. فورا المحقق بيعمم المواصفات دي لكل رجالته واللي بيلحقوا بوه قبل ما يهرب، وبيطلبوا منه يقف فورا. ولما المحقق بيعرف بياخد الرجالة كله وبيطلعوا على المينا في الحال، وأول ما بيوصلوا بيطلب المحقق من بوه يفتح الشنطة الغريبة اللي معاه، فبيحدفها ناحيته وهو مش مهتم أساسا، فبتقرب هولي علشان تفتح الشنطة وهي خايفة يطلع كلامهم صح وبوه هو القاتل. لكن بمجرد ما بتفتحها بتلاقي فيها شوية هدوم وكورة بولينج زي ما قال لها قبل كده، فبتقفل الشنطة وبتسلمها لبوه علشان يمشي في سلام، لكنها بتروح وراه في آخر لحظة وبتعتذر له عن اللي حصل وبتاخد تليفونه وبترن على نفسها علشان تبقى تكلمه تطمن عليه، وهو بيودعها وبيركب المركب، والاتنين شكلهم كده حبوا بعض. بس بمجرد ما المركب بتتحرك بنلاحظ إن وينج موجود عليها وبيراقب بوه من بعيد، ولما بتتصل عليه ساكي بيطمنها إنه بيراقب القاتل وهيمسكه في أقرب فرصة، لكنه بيتصدم لما بوه بيروح يحط الشنطة على رجليه وبياخد التليفون يرد على ساكي وبيأكد لها إنهم نص ساعة وهيوصلوا، فبتديله يوم واحد إن هو يرجع راس جثة ويسيب الجزيرة تماما، لكنه بيسخر منها وبيقفل السكة في وشها. طبعا وينج بيبقى قاعد مرعوب، أحسن الشنطة تقيلة وممكن يبقى فيها راس الزعيم ولا حاجة. بيخوفوا بوه أكتر وبيقول له الواحد مش عارف إذا كان هيعيش لتاني يوم ولا لأ، وبيأكد له إن كل حاجة هتوضح في النهاية. ولما بيقربوا من المرسى بيلاحظ عدد كبير من رجالة وينج في انتظارهم، فبيسيب وينج مربوط في الحمام وبيطلع يهرب فورا وبيركب أول تاكسي بيقابله وبيختفي في الحال. لكن في اللحظة دي بيجي تليفون لهولي من الاسم وبيعرفوها إن بوه هو اللي قتل شيرمان، واتأكدت خلاص، وبيتضح إن بوه خبطته عربية وهو بيعدي قدام الشرطة واتفتحت الشنطة وظهر جوه كرة البولينج راس شيرمان، لكنه بسرعة يعني أخدها في الشنطة وهرب على طول. فبتقوم هولي تبص في التليفون بتاعها وبتفتكر إنها أخدت رقم بوه، لكن بتبقى مترددة تتصل بيه. أما بوه فبيرجع لنفس المطعم اللي أكل فيه في البداية، وصاحبة المطعم بتعرف منه إنه خلاص أجازته انتهت وهيسيب الجزيرة ويرحل من جديد. في الوقت ده هولي بتكون ماشية في الشارع وبتبص الرقم بوه مترددة لسه، بس فجأة بيهجم عليها 2 بيخدروها ويخطفوها فورا. هنا بوه بقى بيلاقي تليفونه بيرن من رقم هولي، وبيعرف ساعتها إن ساكي خطفتها ومعلقاها في مكان معين وبتطلب منه يجي ينقذها. أما هولي فبتكون متعصبة على الآخر وبتأكد لساكي إنها هتقبض عليها سواء دلوقتي أو بعدين، ولما بتسألها إذا كانت هتقبض على أبوه لأنه قتل جوزها وقطع راسه بتأكد لها هولي إنها هتقبض على أي حد بيخالف القانون أيا كان هو مين. وفجأة وهم بيتكلموا بيظهر بوه وهو جاي من بعيد وسط المطر، والمفاجأة إن ساكي مجهز له 100 راجل على الصفين
صفين علشان يقتلوه، وهو ساعتها بيعدي من وسطهم بمنتهى الثبات ولا بيفرق معاه. لكن فجأة بتبدأ المعركة الشرسة والميت راجل بيهجموا عليه مرة واحدة، وهنا بقى بتدور المعركة من ضرب الخيال، لأن بو بيبدأ يهجم عليهم بوحشية كبيرة جدا وبيكسر في أي حد يجي قدامه، ورغم عددهم المهول إلا إن اللي بياخدوا الضرب بس بيقع مش بيقوم تاني، خصوصا إن بو فعل وضع التدمير وشغال على التكسير ويكسح أي حد بيقرب له، وكل ده وهو بيحاول يوصل لهولي علشان يحررها الأول. لكن الرجالة مش بتسيبه وبيطاردوه بكل شراسة، لكن ده بيبقى في صالحه لأنه بيكسر تفوقهم العددي المذهل وبيفضل يضرب فيهم على مراحل، وكل اللي بيقف قدامه بيبقى مصيره التدمير الحتمي والموت، خصوصا إن بو فنان قتالي من الطراز الرفيع زي ما احنا عارفين ومحدش بيقدر عليه. ولما ساكي بتشوف كده بتضرب هولي علشان تشتته، وفعلا بتنجح والرجالة بتتلم حواليه، لكن في مشهد غريب بيديهم ضربة بيطيروا كلهم بقوة رهيبة لكنه بيقع على الأرض وكان باين عليه التعب. لكن هولي بتفضل تشجعه وبتطلب منه يقوم يقاتل قبل ما يهجموا عليه ويقتلوه. فعلا رغم الإرهاق والألم بيقوم بو ويكمل تدمير وتكسيح فيهم بلا هوادة علشان تشتعل المعركة. الميت راجل قدام فنان قتالي واحد، واللي حتى وهو قاعد على الأرض بيفضل يديهم ضربات قوية للغاية، بس بنلاحظ إنه بينزف من شدة الألم لكن مكمل رغم كل شيء لحد ما بو بيقدر يتخلص من جزء كبير من الرجالة وسط عياط من هولي اللي يا عيني لسه مربوطة ومش قادرة تعمل حاجة. وآخر كام واحد بيهجم عليهم بشراسة كبيرة ومهارات قتالية عالية، وبيتحمل كام ضربة خطيرة في دماغه وممكن تجيب له ارتجاج، لدرجة إن هولي بتصرخ عليه وبتطلب منه يسيبهم ويهرب قبل ما يموت. لكن بو مستحيل يهرب بعد كل ده، بيتحمل طبعا الألم الرهيب ده لحد ما بيقضي على الكل ومش فاضل بس غير واحد، فبيتحامل على نفسه وبيديله كام ضربة خطيرة كده بتكومه جنب زمايله. ووقتها بس بتقرر ساكي تنزل له بالسيف الخطير بتاعها وبتقرر تنهي حياته وتنتقم لموت جوزها شيرمان، وكانت عايزة تقطع راسه زي ما عمل معاه، لكن بو بيتفادى الضربة في اللحظة الأخيرة السيف منها، وهولي في الناحية التانية بتحاول تفك نفسها بكل الطرق، لكن الوقت بيبقى صعب للغاية لدرجة إنها بتنزف لحد ما بتقع على الأرض، لكن بتفك نفسها أخيرا وبتنزل بقى تواجه ساساكي اللي ماسكة سيف، بس أحد الرجالة بيمسك رجل هولي علشان تقتلها، وهنا بيضحي بطلنا الأسطوري بنفسه وبيقف قدامها وبياخد الطعنة مكانها، وساعتها بتتجنن هولي وبتضرب ساكي ضربة تفقدها الوعي وبتروح على أبوه وهي منهارة من العياط بعد كل اللي عمله علشانها، فبيعترف لها أبوه ساعتها إن امبارح كان أسعد أيام حياته، وبنكتشف إن عيد ميلاده نفس يوم عيد ميلاد هولي، وده اللي كان مخليه مستغرب لما أفراد الشرطة بدأوا يحتفلوا بيها، وبيفتكر كل لحظاته القليلة معاه وهو حزين وبيفارق الحياة وسط انهيار تام من هولي. وعلى العموم بعد فترة بتحكي هولي إن محدش عرف ليه أبوه قطع راس شيرمان، وناس قالوا بيدافع الانتقام، لحد ما اكتشفت هولي إن من شيرمان خطف ممرضة واعتدى عليها وقتلها بشكل متوحش جدا. وفعلا بنشوف إن القبر اللي واقف عند أبوه في البداية بيبقى بتاع الممرضة، والأكيد إنها كانت أمه، وده اللي خلاه ينتقم من شيرمان بالشكل القاسي ده. يعني اللي بدأ كقاتل محترف بدم بارد انتهى بإنه بيحقق العدالة للمظلومين من قلب الطغاة. ولحد هنا بيخلص فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. ولو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك عشان يوصلك كل جديد. سلام.